عزيزي الكاتب، ما تاخدش افكار رواياتك من روايات، خدها من كتب. يعني مثلا في فكره النور الذي لا ينطفئ، اتذكر ايام قدماء المصريين. يعني مثلا معبد جوبيتر امون، كان في مصابيح هناك تضاء مئات السنين. وبعض البرديات القديمه اللي بترجع لاكتر من 3000 سنه بنلاقي العبارات دي مكتوبه في المعبد: قطعه من ما شاء الله ان يجعلها تنير الى الابد، وان الشمس قد نزلت اليها فهي تضيء ليلا ونهارا. وفي معبد الآلهة مينيرفا كان فيه مصباح ليه لا تقوى عليه العيون، متقدرش انك تفضل باصص لها فترة طويلة. وده كان موجود من الأزل إلى الأبد، لدرجة إن الشاعر اللاتيني فيرجيل كان بيقول إن السماء قد نسيت قطعة منها في هذا المعبد، فكنا إذا نظرنا إليه أوجعتنا عيوننا. القديس أوجسطين كان بيقول المصريين عندهم مصابيح فيها ضوء عجيب، ضوء بلا دخان، مصابيح باردة جدا، نورها كان أخضر بارد، وإن هي كانت موجود في معبد الآلهة إيزيس، وإن الضوء ده لا بتأثر فيه لا عواصف ولا أمطار. وفي مرة من المرات لما اتفتح تابوت بتاع بنت في روما، اكتشفوا في إبريل سنة 1401 إن الجسم كان منحنط على الطريقة الفرعونية. لما شالوا وغطوا التابوت تماما، لقوا إن عند رجلين الفتاة المحنطة موجود مصباح مضيء بقاله 1200 سنة. طيب، فكرة بقى إن المصباح اللي دايما بيفضل مضيء دي، ممكن مثلا لو سرحنا بخيالنا شوية نستخدمه ازاي؟ خلينا نقول مثلا إن احنا هنكتب دلوقتي رواية مثلا فرعونية، حلو، والكهنة عايزين يقفوا قدام الملك. بس عشان يقفوا قدام الملك محتاجين إن يخلي الشعب يؤمن فيهم هم أكتر من الملك، فهيستخدموا فكرة الضوء اللي ما بينطفيش ده، ويقولوا إن هو مثلا المعبد ده اللي هو هيبقى فيه الضوء اللي ما بينطفيش، وإن هما نزلت عليهم نبوءة بتقول إن المعبد ده هيكون فيه كاهن هو المفروض يكون الملك الجاي. وقتها طبعا هيبقى فيه كاهن هيختاروه ما بينهم وما بين بعض، هيخلوه إن هو الكاهن ده اللي يقف قدام الملك، ويبدأ إن هو يخلي الناس تمله هو بدل الملك، باستخدام طبعا اللي هي القوة الدينية، وإن هما يخلوا الناس تؤمن فيه، ويعملوا ثورة ضد الملك تخلي الكهنة هما اللي يبقى ليهم السلطة. بس قولي عزيزي الكاتب، لو انت هتسرح بخيالك وتستخدم نفس الفكرة دي، هتستخدمها ازاي؟